السلام عليكم. الديب سيك، مين فينا يا جماعه ما سمعش الكلمه دي وما شافش الجمله دي الاسبوع اللي فات ده مئات المرات؟ طب مين فينا ما شافش الخبر ان الشركات الامريكيه المرتبطه بالذكاء الاصطناعي خسرت رقم مرعب جدا في البورصه؟ تريليون دولار. انت متخيل؟ تريليون دولار، وكل ده بسبب الديب سيك. الديب سيك هو نموذج ذكاء اصطناعي زي شات جي بي تي بالظبط، ولكن انتجته الصين ونزلته كتطبيق رسمي موجود على جوجل بلاي من اسبوع بس. وفي الاسبوع ده كل الشركات الامريكيه المرتبطه بالشات جي بي تي او مرتبطه بالاي اي بالذكاء الاصطناعي خسرت مبالغ كبيره جدا، قيمتها كلها زي ما قلت لك تريليون دولار. وده علشان الديب سيك ده يا جماعه الصين منزلاه مجاني بالكامل. طب تجربته يا محمد هو زي شات جي بي تي كده ولا ايه الموضوع؟ عايز اقول لك ان هو افضل من شات جي بي تي بكتير جدا، حرفيا وحش الذكاء الاصطناعي. والاهم من ده كله ان هو مجاني. انت بتدفع في شات جي بي تي مش اقل من 100 دولار، هنا بتاخد تجربه روعه ومجانيه بالكامل. تجربتي بقى انا هحكيها لك في الفيديو ده، بس قبل ما احكيها لك عايز اقول لك ان الديب سيك ده موجود اصلا من شهور كتير جدا، بس كان يعني الصين منزلاه من فتره طويله، بس كان نسخه ويب تقدر تستخدمها من خلال المتصفح فقط. دلوقتي بقى تطبيق موجود، دلوقتي تقدر تنزله على موبايلك مجانا بالكامل. وعايز اقول لك ان هو تطبيق عدى ليفل الوحش. تعالوا بقى احكي لكم تجربتي مع الديب سيك. قبل اسبوع من دلوقتي انا نزلت الديب سيك عندي على الموبايل. المهم انا قعدت اتكلم معاه كتير جدا وقعدت افهمه، قعدت اطلب منه طلبات زي ابحث لي عن كذا، لان هو في نموذج بحث كبير جدا تقدر يبحث لك عن اي حاجه على الانترنت مباشر مجرد ما تقول له عليها ويجيب لك نتائج كتيره جدا. وفي بحث عميق كمان، يعني يقدر يبحث لك في حاجات انت لا تتخيلها اصلا. المهم تجربتي معاه يا جماعه كانت لذيذه جدا. انا اخدته كمساعد في شغلي، اللي هو انا بقول له اكتب لي سكريبت عن الحاجه الفلانيه. ايه رايك في الصوره؟ بساله ايه رايك في الصوره المصغره دي، عملت صوره مصغره مثلا، قول لي كلمات مفتاحيه اقدر اضيفها على الفيديوهات بتاعتي على اليوتيوب عشان تنتشر بشكل اكبر. بقول لك ايه، هو انت تقدر النهارده تجيب لي افكار عن فيديوهات كذا كذا؟ يقدر يديني، وكل ما اقول له على اسئله يجاوبني، وبيجاوبني اجابات وبيديني افكار انا اصلا ما بفكرش فيها. انا قبل ما اصور الفيديو ده قلت له اكتب لي فيديو عن الذكاء الاصطناعي الاي اي، فيديو ده مدته دقيقتين، اكتبه لي، اعمل لي سكريبت ده، انا كاتب السكريبت ده وراه، والسكريبت ده عايزه بالمصريه بالعاميه. فتعالوا دلوقتي نبدا مع بعض ونقرا السكريبت ده ونعمل بيه فيديو. جوه الفيديو ده بمساعده الذكاء الاصطناعي، يعني الذكاء الاصطناعي كتب لي السكريبت وقال لي المشاهد اللي اضيفها على السكريبت وقال لي انتج كذا واخرج كذا، وانا مش هعمل حاجه غير هصور وهروح اعمل اديت. يعني هو قام ب 50% من المجهود وانا قمت ب 50% من المجهود. يلا بينا نبدا الفيديو. الذكاء الاصطناعي ببساطه هو قدره الالات والبرامج على التفكير والتعلم زي الانسان بالظبط، زي البشر. ببساطه بدل ما تكتب بحث او تحل مساله رياضيه، فالذكاء الاصطناعي يقدر يعمل لك ده في غمضه عين حرفيا. في مجرد ثواني معدوده يقدر يطلع لك حل المساله او يكتب لك بحث ظريف كده ويهندله لك. والموضوع مش جديد، ده دلوقتي موجود في كل حاجه، من اول موبايلك اللي بتستخدمه لحد المصانع العملاقه، حتى السيارات ذاتيه القياده. فاحنا مثلا لما نمسك الموبايل بتاعنا ونقول لجوجل اقرأي لي الاخبار، او نتفليكس تعرض لك الافلام اللي بتناسب ذوقك، فده كله بيتم بالذكاء الاصطناعي. او مثلا لما تبحث على منتج او تشتري منتج من امازون، فيبدا بشكل اوتوماتيك يعرض عليك المنتجات اللي شبه المنتج ده او المنتجات اللي تناسبك، فده برضو بيتم بالذكاء الاصطناعي او بمساعده الذكاء الاصطناعي. وواحد من اشهر التطبيقات اللي كنا بنستخدمها باستمرار الفتره اللي فاتت هو تطبيق شات جي بي تي، اللي مفيش حد تقريبا ما بيستخدمهوش دلوقتي. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي ده بيفيدنا؟ انا كطالب مثلا ممكن الذكاء الاصطناعي ده يساعدني في حل مساله، ممكن الذكاء الاصطناعي ده يساعدني ان انا اكتب بحث، ممكن يساعدني ان انا اطلع معلومه معينه من الانترنت. وانا كصانع محتوى ممكن اخد منه سكريبتات وافكار لشغلي، زي الفيديو اللي انت بتسمعه ده السكريبت اللي كاتبه الذكاء الاصطناعي. حتى لو انا مبرمج او ايا كان الشغل بتاعي فيقدر يساعدني. يعني ببساطه كده نصايح ومعلومات في اي وقت وفي اي مجال. ونيجي بقى للسؤال اللي الناس كلها بتخاف منه، هل الذكاء الاصطناعي ده هيحل في يوم محل البشر او هيبقى في يوم مكان الانسان؟ الاجابه مستحيل طبعا. الذكاء الاصطناعي ما هو الا آلة، زي العربيه لما بتساعدك بتروح شغلك، هو آلة بتساعدك انك تطور او تعمل شغلك بسرعه. يعني مش بيلغي تفكيرك او حتى بيلغي الابداع بتاعك. في الاول وفي الاخر القرار المتبع والتكنيك النهائي بيرجع ليك انت. اهلا بيك مره تانية. اللي كان بيتكلم من شويه ده انا، بس انا بمساعده الذكاء الاصطناعي. الحقيقه ان الدقيقتين اللي فاتوا دول كانوا بمساعده الذكاء الاصطناعي بنسبه زي ما قلت لك اكتر من 60%، لان هو اللي قال لي الفكره، هو اللي كتب لي السكريبت، هو اللي اداني الكلمات المفتاحيه اللي هحطها على الفيديو ده، عملت الصوره المصغره
ورفعتها له خدت رايه فيها، اختار بين 3 4 صور قال لي دول افضل 2. عمل لي حاجات كتير جدا كنت بستغرق فيها وقت، وانا مجرد زي ما قلت لك حفظت السكريبت وصورت وعملت اديت. فانا هنا دي كانت تجربتي. بس تجربتي بقى مع الشات جي بي تي ما كانتش نفس التجربه دي. تجربتي مع الشات جي بي تي ما كانتش تجربه عميقه. هنا الديب سيك بيفكر معاك اكتر، بيكتب لك بتعمق اكتر. لما تطلب منه حاجه بيبدا يكتبها لك، حتى بيكتب لك تحت الفيديو ازاي تخرج الفيديو، ايه نوع المشاهد اللي تضيفها على الفيديو. حتى لو سالته سؤال في المقطع الفلاني او في الحته الفلانيه اقدر احط افكت او انتقال عامل ازاي، بيجاوبك على كل حاجه حرفيا زي مساعد. انت لو جبت حد مشغله معاك مش هيبقى بالشكل ده. والاهم من ده كله يا صديقي ان هو مجانا تماما. انت متخيل حاجه بالرعب ده، ومجانيه تماما، تقدر تستخدمها في اي مكان وفي اي وقت وفي اي سؤال. وتقدر كمان ترفع له فيديوهات وصور ياخد رايه، يعني تاخد رايه فيها ويبدا يقول لك تعديلات. حاجه كده متكامله مرعبه جدا جدا جدا. ودي كانت تجربتي مع الذكاء الاصطناعي الديب سيك. تجربه جميله جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. هتلاقوا طبعا اللينك بتاع التحميلات بتاعه الديب سيك على الجوجل بلاي، هتلاقوها في التعليقات او في وصف الفيديو. ولينك الويب برضه هتلاقوه في وصف الفيديو او في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد يا ابطال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.